في نوع من اللايت اللي هي كتب المانجا، في نوع من الكتابة غير الإنشائية المطنبة. مثلا محمد رضا نصر الله جاءت إحدى دور النشر وأخذت مقابلات الأدبية والفكرية والثقافية وعملتها في أجزاء. هذه لما يقرأها الإنسان يشعر أنه يتنقل من فكر لفكر آخر. أنت مثلا قدمت من الأدباء والمفكرين والفنانين، لو طبعت أيضا ستجد. وهكذا كتبك أيضا دكتور، أنا عملت كتابي شخصيات عرفتها وحاورتها، أيضا وجدت لها من يقرأها. أصبح القارئ ما عنده نفس أن يسترسل بذاك الاسترسال الطويل، نفسه صار قصير مع التغريدة. فالآن القراءة التي يريدها الإنسان هي المختصر المفيد الذي لا يكلفه مسافات طويلة. اقرأ يعني كلمة غير قابلة للتأويل. احنا كنت حابة بس عن الرواية والشعر، تفضل.